يا ترى العزومات الكبيرة دي فعلا لمة رمضان ولا بتبقى نوع من أنواع الضغط الاجتماعي؟ في عزومات عدد الأفراد بتاعتها بيكونوا أكتر من 30 أو 40 واحد، ناس بتتجمع في بيت كبير، عائلات كتير بتقعد مع بعض. هي حاجة حلوة، بس أنا أوقات بشوفها ضغط اجتماعي كبير، خصوصا للناس اللي بتتوتر من الأعداد الكبيرة من الناس والصوت العالي. فبقى بالنسبة لي وأكيد بالنسبة لناس كتير، العزومات الكبيرة اللي فيها أعداد ناس كتيرة دي مصدر توتر وضغط اجتماعي، خصوصا بقى كلام كتير، أطفال كتير بتعيط. ده يمكن كمان أوقات بيحصل خناقات بين الأهل وبعض قبل الفطار، مع الستات تحديدا بقى بتتحول بدل اللمة أوقات لخناقات قبل الفطار. يعني أنا مش قصدي إن لمة رمضان وحشة، بس لما بتبقى كتيرة وزيادة عن اللازم أنا بشوفها بتتحول لضغط اجتماعي. أوقات كتير بتبقى مضطر إن أنت تروح علشان تجامل، أو في ناس ما بتشوفهاش بقالك فترات طويلة فلازم بتروح. بس ممكن إن إحنا نحاول بقى نسيطر على الموضوع ده بأكتر من طريقة. ممكن إن أنت في وسط اللمة الكبيرة دي تختار 2 أو 3 تقعد تتكلم معاهم. ممكن إن أنت كل 10 دقايق تسحب نفسك وتقعد في مكان فاضي، بلكونة مثلا، تشرب قهوة. كنت زمان وأنا صغير بشوف إن الرجالة بتنسحب تقعد في مكان بعيد هادي لوحدها يشربوا قهوة، ومنهم اللي كان بيدخن. كنت استغرب الناس دي سايبة اللمة إزاي وماشية. بس دلوقتي فهمت إن الراحة الحقيقية في إن أنت تكون هادي وعندك سكينة، مش لازم لمة كتير. وأشوفكم على خير، كل سنة وأنتم طيبين. باي باي.